مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس ادارته على بطوله الدوري ال 44. النهارده احتفال جماهير النادي الاهلي اللي احتشدت النهارده من بعد العصر عشان تحتفل بفرقتها وتحتفل ببطوله الدوري العام الجديد اللي اول نادي يحصل على او ياخد البطوله دي بنظامها الجديد النادي الاهلي. كل حاجه جديده دايما تلاقي فيها النادي الاهلي. النهارده شفنا كابتن محمود الخطيب بيبو قيمه وقامه كبيره جدا. اي حد قلنا قبل كده اي حد بيعتز ان هو يعرف او يكون من محبين او عشاق كابتن محمود الخطيب، الراجل اللي بصراحه يعتبر من انجح رؤساء انديه في الدوري المصري على تاريخه، على مدى تاريخه. البطولات اللي اتحققت على او في عهد كابتن محمود الخطيب يعني الواحد بيتعب من كتر عدها. كابتن محمود الخطيب النهارده بوجوده مع احمد دياب رئيس الرابطه مع كمان الاتحاد، والنهارده شفنا الاحتفاليه الكبيره بعد المباراه. دخلنا الدوري النهارده واحتفال بالدوري بعد موافقه الاتحاد الافريقي النهارده ان نحتفل بالبطوله بعد مباراه جورمايا الكيني اللي كانت نتيجتها 6-0، 3 في كينيا و3 في القاهره. احتفل النادي الاهلي النهارده بالبطوله ال 44. شفنا الاحتفال وزي ما طلع كابتن محمود الخطيب بعد المباراه مع سيف زاهر وقال ان انا اهم حاجه عندي اقفل الاحتفالات بعد المباراه مباشره، مش عشان خاطر المباراه اللي جايه بعد 4 ايام مع نادي الزمالك في السوبر، لا احنا عندنا كميه بطولات وكميه ماتشات جايه لازم نقدر ان احنا نحافظ عليها. كان كابتن محمود الخطيب النهارده كلامه واضح وصريح لكابتن محمد الشناوي قائد النادي الاهلي، ان قال له اللعيبه تحتفل، وده اللي قاله برضه النهارده كولر بعد المباراه برضه صرح بيه. قال ان انا نبهت على لعيبتي ان هم يختصروا الاحتفالات النهارده ويقفلوا عليها، وده اللي قاله بالفعل كابتن محمود الخطيب ان يتقفل باب الدوري النهارده ويبتدوا من بكره الصبح الاعداد للمباريات اللي جايه. كمان شفنا النهارده بالفعل لاعب قادم وبقوه وكبير جدا في النادي الاهلي يحيى عطيه الله، اللي انا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه بعد ماتش النهارده واللي قبله وخصوصا ماتش النهارده اللي هو رجل المباراه فيه، ان النادي الاهلي لازم ان هو يفعل بند الشراء مع النادي الروسي بعد الاداء المميز ليحيى عطيه الله. طبعا كمان في يوسف ايمن واشرف داري، دي اللي هنشوفهم ان شاء الله في السوبر الافريقي امام نادي الزمالك. نتمنى تكون احتفاليه تليق باسم الكره المصريه، باسم الجمهورين الكبيرين الاهلي والزمالك، باسم لعيبه الاهلي والزمالك اللي هم القوام الاساسي لمنتخب مصر. كل التوفيق للكره المصريه وللنادي الاهلي فيما هو قادم. مبروك مره تانيه للنادي الاهلي البطوله ال 44 اللي هي من اصعب بطولات مرت على تاريخ النادي الاهلي، لان كان زي ما حضراتكم عارفين ان بيراميدز متقدم كتير جدا بعدد المباريات والنقاط، في حين كان النادي الاهلي مشغول في البطولات الافريقيه. لكن بمجرد عوده البطل والمارد الاحمر قدر ان هو يرجع في المباريات ويكسب كل المباريات، لان ما كانش عنده رفاهيه التعادل او الهزيمه في اي مباراه. وبالفعل هو ده اللي حصل وفاز النادي الاهلي بالبطوله 44. هو ده قدر البطل، هو ده النادي الاهلي اللي بنعشقه، النادي الاهلي اللي دايما هو في ظهره. وزي ما بتقول جماهير النادي الاهلي على الحلوه والمره معاه، الاهلي عشق لا ينتهي، الاهلي فوق الجميع.